سلام للجميع، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم النهارده في المشكله اللي كنت منزله البرومو بتاعها في قلب الفيس، اللي هي في بنوته مخطوبه وخطيبها في عيب ان هو عصبي وبيتشنك عليها، وممكن يوصل ان هو يغلط فيها، يشتمها يهزقها وفي الاخر يرجع يصالحها. وكان كمان قالت ان هو كان ليه علاقات كتير، بس هي مش عارفه تعمل ايه. هي بتحبه بس هي حاطه امل ان هي تغيره، فهل هي فعلا هينفع تغيره؟ هل فعلا هي تعرف تغيره؟ خليني اقول قاعده كده، انا بالنسبه لي هي قاعده ثابته بالنسبه لي انا شخصي: مفيش حد بيغير حد، مفيش حد بيغير حد. اللي عايز يتغير ده بيبقى شخص بيتغير هو من جواه، بيبقى هو اللي عايز يتغير. هسمع ناس فيكم كتير يقولوا مثلا ان انا غيرت فلان، مثلا يعني مثلا جوزها بيشرب سجاير، خطيبها ليه حاجه معينه بيعملها هي خليته يبطلها. الدعم النفسي حلو جدا، ان انت تساعدي اللي قدامك، ان انت تشجعيه انه يغير، بس مش هيتغير الا اذا كان هو من جواه هو اللي عايز يتغير. هو اللي عايز يتغير، انت مجرد دعم ليه، لكن هو مش عايز يتغير، فانت لو اتشقلبتي مش هتعرفي تغيريه. مفيش حد يا جماعه بيغير حد. فتره الخطوبه دي اسمى معاني اللحظات الحلوه زي ما بيقولوا. لما هو كده في فتره الخطوبه اعرفي ان اضعاف اضعاف في الجواز. وحاجه يعني يمكن الكل المفروض ياخد باله منها، ربنا قال في كتابه العزيز: لا أغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل ما يقدرش يغير، لا يغير، هو يقدر طبعا، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم يكون هو اللي من جواه عايز يتغير، هو اللي من جواه مختار طريق الخير، هو اللي من جواه عايز يبقى إنسان صالح. تمام؟ فربنا عز وجل قال: لا أغير ما بقوم. انت هتغيري، انت هتغيري اشخاص. ما تضحكيش على نفسك، ما تضحكوش على نفسكم يا جماعه. ما فيش حد بيغير حد. هتاخديه قبليه زي ما هو، اعرفي انه هيفضل كده بعد الجواز، الا اذا هو اللي عايز يغير من نفسه ويطور من نفسه. ما فيش حد بيغير حد. حاسه ان مفيش كلام اقوله في الموضوع ده اكتر بالحاجه اللي انا قلتها، ان ربنا قال: لا اغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانت مش هتغيري، انت مش هتغير. اللي عايز يتغير بيتغير من جواه. اتمنى تكون رسالتي وصلت ويكون ردي عليكي انك ما تعمليش في نفسك كده. الصوت بس عادي، انا كده كده بكمل عادي زي ما انتم عارفين. مفيش حد بيغير حد. هتقبلي بيه كده هيفضل كده، بل بالعكس ممكن يكون اكتر وزياده بعد الجواز. فما تعمليش في نفسك كده. ارفضي اي حد يغلط فيكي، ارفضي اي حد يجي عليكي، ارفضي اي حد يحسسك ان انت قليله. كلام للجميع مش للستات بس او للبنات بس، انا بخاطب الجميع. اللي يقل منك بلاش منه خالص في حياتك. وما تقولش ان انا هقدر اغيره وهو غصب عنه وهو مش بمزاجه. انا عارفه ان الظروف هي اللي خليته يعمل كده وان انا اغيره. انت بتضحكي على نفسك، بتضحكي على نفسك، وهتخشي دوامه هتندمي مليون مره ان انت دخلتيها. اتمنى تكون رسالتي. سلام.